هذا المقبور في حياة جديدة، في سنين طويلة مديدة قد شاهد فيها الحقيقة الأكيدة. في تلك الحفرة يا عبد الله يتغير كل شيء، فلست صاحب النسب الذي كنت تفاخر به، ولست صاحب ذلك المنصب الذي كنت ترفع رأسك من أجله. في تلك الحفرة ليس معك شيء من هذه الدنيا. انظروا إلى القبور، هل تعرف فيها قبر الملك من المملوك؟ أم هل تعرف فيها قبر الغني من الصعلوك؟ أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، وتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أول ليلة في القبر، الليلة التي لا أنيس فيها ولا جليس، ولا مناصب ولا أموال، ولا زوجة ولا أطفال، بل إن أقرب الناس إليك الذي يعانقك ويقبلك في هذه الدنيا، والذي يهرع بك إلى الطبيب لأدنى علة خوفا عليك ومحبة لك، هو نفسه عند موتك من يسعى ويجد مسرعا في غسلك ودفنك وإهالة الترب عليك. فلا إله إلا الله. لذا يا عبد الله اعلم والله الذي لا إله غيره أنه لن ينفعك إلا عملك، وأن أنيسك الوحيد في تلك الليلة هو العمل الصالح، فهو الأمر الوحيد الذي ينعم فيه المؤمن الفالح. فيا من يبحث عن السعة، يا من يبحث عن السعة في السكن والدور، اعلم أن اليوم هو ميدان العمل لتوسيع القبور وجعل هذه القبور من رياض الجنان. فالزاد الزاد قبل الممات، والاستعداد قبل الفوات. إخوة الإيمان، هذه خواطر صادقة نابعة من القلب أبثها إليكم، لعل الغافل أن ينتبه، ولعل النائم أن يستيقظ من قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فأنت لا زلت في زمن المهلة، فاعمل واجتهد، فاستدرك الفوائت، ترفع عن الدنايا، صن النفس عن الخطايا، تعفف عن الحرام، اقنع بالحلال، رد الحقوق، أد الأمانات، اندم على ما فات، اقبل قبل الفوات والممات. اقدم على ربك ومولاك، واعتذر من ذنوبك وخطاياك، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فاللهم أيقظنا من الغفلات يا رب العالمين، اللهم أيقظنا من الغفلات ونجنا من الدركات، وكفر عنا الذنوب والسيئات.